في لحن بنقوله يوم الجمعة العظيمة الساعة الستة اللي هي أقدس ساعات السنة، اسمه أيها الابن الوحيد الجنس. تعالوا ناخد كده كلمة كلمة في اللحن ونحاول نعرف هي بتشاور على عقيدة ايه. غير ان اللحن ده موسيقته جميلة جدا جدا، لكن هو بيعرفنا أكتر مين هو المسيح المصلوب. أول حقيقة هنعرفها هي الابن الوحيد الجنس، إن ربنا يسوع هو ابن الله الوحيد، لكن برضه ربنا يسوع قال عن نفسه إن هو ابن الإنسان، وبالتالي طبيعة ربنا يسوع هي لاهوت كامل متحد مع ناسوت كامل بدون خطية، وبدون ما اللاهوت والناسوت يختلطوا أو يمتزجوا او يتغيروا. والحقيقه دي انجيل يوحنا اصحاح 1 ايه 18 بياكدها لنا. بعد كده هندخل لكلمه الله الازلي، ده الوصف اللاهوتي لربنا يسوع، اقنوم الكلمه، زي ما انجيل يوحنا بيقول لنا في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكانت كلمه الله. بعد كده بنكمل وبنقول الذي لا يموت، لقب اثاناتوس اللي خدته الكنيسه، وبيتكرر المعنى ده في الربع الثالث اللي بنقول فيه قدوس الذي لا يموت القابل كل شيء من اجل خلاصنا. تعبير دقيق جدا ان ربنا قبل الالام بارادته من اجل خلاصنا، والجمله دي بيقولها ابونا في ختام البسخه، ودي خطة وإرادة ربنا مش سلطان إبليس ولا هيرودس، زي ما بنقول في يوحنا 19:11. بعد كده بنكمل اللحن بكلمة المتجسد، ودي الحاجة اللي كتير بيستصعبها، إزاي ربنا يتجسد، لكن إحنا كنا عملنا كذا فيديو قبل كده بنشرح فيه الموضوع ده بطريقة بسيطة. والسؤال الأهم مش إزاي ربنا العظيم يتجسد، لكن ليه أصلا، والسبب بسيط، إن مفيش أي طريقة تانية لخلاصنا. بعد كده اللحن بيكمل والدة الإله الدائمة البتولية. طبعا لقب سيوتوكوس اللي هو والدة الإله اتقال علشان كان فيه ارتقاط كتير، فإحنا بنأكد عقيدتنا في اللحن، وعقيدتنا متاخدة من الكتاب المقدس. في لوقا 1:35 بيبين لنا ان العذراء هي ام الله. لقب دائمة البتولية ده مفهوش نقاش، بارسينوس انسيو نيفي، امنا العذراء بتول قبل واثناء وبعد الولاده، زي نبوة حسقيال 44. بعد كده الربع الثاني بيقول لنا بغير استحالة. استحالة هنا مش معناها ان هو مستحيل، لكن هي معناها تحول او تغيير، والمقصود هنا ان اللاهوت هو لاهوت كامل والناسوت ناسوت كامل، مفيش طبيعة حولت او غيرت او غلبت الثانية. زي ما بنقول في الاسم السريانية واحد هو عمانوئيل، وغير مفترق من بعد الاتحاد، وغير منقسم الى طبيعتين. ويكمل اللحن ويقول لنا المتأنس المصلوب المسيح الاله، يعني المتأنس والمصلوب هو المسيح الاله، فلاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، يعني اللي شايفينه على الصليب هو الله. وطبعا ده مش معناه ان اللاهوت مات، لان اللاهوت مش بيموت، لكن اللاهوت المتحد بالناسوت حفظه من الفساد ومن التحلل. فموت المسيح هنا معناه انفصال روحه عن جسده، لكن مش معناه انفصال ناسوته عن لاهوته. الحديد المتحد بالنار، لو خبطنا على حته الحديد دي هنسمع صوت، مع اننا ما نقدرش نخبط على النار، بس الحديد متحد بالنار. والاسم السريانية بتوضحها بطريقة جميلة جدا. هكذا بالحقيقة تألم الله الكلمة بالجسد وذبح وانحنى بالصليب، وانفصل نفسه عن جسده، لكن لاهوته ما انفصلش لا عن نفسه ولا عن جسده. بعد كده بنكمل بجملة بالموت داس الموت. الجملة دي هي سبب احتفالنا طول فترة ال50 المقدسة. المسيح مات وقام وصار باكورة الراقدين وأعطانا قوة قيامته. بعد كده اللحن يكمل الثالوث القدوس، ويكمل اللحن بجملة الممجد مع الآب والروح القدس، ودي من أساسيات المسيحية لأنها بتشرح عقيدة الثالوث، الله واحد مثلث الأقانيم، مفيش أقنوم بيزيد عن الأقنوم التاني، وكنا عملنا فيديو قبل كده شرحنا فيه يعني إيه ثالوث. بعد كده اللحن بيكمل ويقول خلصنا، عقيدة مهمة جدا بتبين إن مفيش خلاص من غير ذبيحة ربنا يسوع، مهما كانت أعمالنا هي اللي بتبررنا. والكلام ده بولس الرسول استفاض فيه كتير جدا في رسائله. الربع الثالث بنلاقيه بيقول أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، معنى تاني مهم جدا يبين بعد فكر العالم عن فكر ربنا. الناس بالنسبة لها لو يسوع كان قوي كان هينزل من على الصليب وينزل نار من السماء، لكن ربنا من محبته قبل كل الآلام دي علشان يخلصنا. وزي ما بنقول في كورنثوس الأولى إصحاح 1 آية 25 إن جهالة الله أحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الناس.